ايوه جنريشن زد، ومش عارف من جتنا هذه التسميات، وجيل وما جيل وخرابيط كانهم عفاريت. انتقلت الامور الى استغلال ذلك الخروج الذي كان في أكادير، والذي تبعه بعض المظاهرات التي لم تحتوي على أي تكسير ولا على أي تضخيم، وكانت جميلة ورائعة وأوصلت الرسائل إلى الناس، وكانت ستنتهي الأمور خلاص. إنه الذي بيخرج من أجل مطالب مشروعة، يعني أنت عندك مشكلة في الصحة، إلى متى ستظل تتظاهر؟ أنت عندك وعود من الجهات المختصة، إقالة وزير الصحة، إقالة الحكومة، انتخابات مبكرة أو شيء من هذا، ثم ترجع بيتك ولا تشتي يحلوا لك المشكلة هذه كالساعة. ما حدا عنده خاتم سليمان يا صاحبي، ما حدا عنده خاتم سليمان إنه عندك مشكلة في مستشفيات يقوموا يبنوا لك مستشفيات هذه الساعة. لا، أنت أوصلت الرسالة وأوصلت كلماتك، وأوصلت يعني قناعة للجهات المختصة أننا لن نسكت، نحن خرجنا وأوصلنا لكم رسالتنا، إذا لم يتحسن الوضع سنخرج مرة ثانية. وكانت رسائل رائعة. لكن هناك من استثمر هذا الخروج، هناك جهات، وأصبح الأمر واضح أنه أمر دبر بليل للأسف الشديد. هناك من ركب هذا الموجة واستغل الظرف، وهؤلاء المتربصون. كل هذا الأمور تتم عبر ماذا؟ عبر المواقع. قال لك جيل زد يتواصلوا ويحشدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندهم جروبات، عندهم مواقع هكذا في الليل يحشدوا، وسنتظاهر اليوم في كذا وسنتظاهر في كذا. من يضمن من خلف هذه المعرفات؟ من يضمن أن الذين يتخفون بأسماء مستعارة في هذا الموقع وفي هذه المجموعة مغاربة؟ من يضمن أن ليست هناك دز وليس زد؟ من يضمن على أن هناك أن هذه الأمور عفوية، وأن هؤلاء الشباب يخرجون بعفوية، وأنهم ليسوا مخترقين؟ هي حسابات في التيك توك، يعني حسابات في تيك توك، حسابات في مواقع، حسابات في منصات، ممكن أي واحد يعمل له اسم مغربي ويطلع لك واحد من العالم الآخر، ولا يطلع لك واحد قومجي، ولا واحد شيعي، ولا واحد من الحاقدين، ولا من المارقين، ولا بوليزاريو، ولا انفصالي، ولا جني، ويبدأ يحرك وعلى أساس ويعمل منشورات ويحفز الناس ويلا انزلوا. لا، وهناك تحريض على التخريب. حتى خروجهم ما بيخرجوش هكذا، بيخرجوا للتخريب. المقاطع الأخيرة التي وصلت من أكادير ومن بعض المدن يعني مهولة، تحس أن الأمر ما عادت مطالب مشروعة هذه، خلاص تعدينا مسألة التظاهر على مستشفى الحسن الثاني في أكادير، وعلى مستشفى التدني الجانب الصحي في المغرب. لا، وصلت المسألة إلى أمر دبر بليل، وهناك عمل ممنهج ومقصود للتخريب.